ربي يغفر لي ويغفر لكم ان شاء الله. شغل عاهره صغيره يا من وقتاش حنايا بنات الاسلام بنات المسلمين يلبسوا هذيك الطريقه ولا هذيك اللبسه ميني. مقبله كذا شفت واحد الطفله ثانيه دخلت تشري في الحانوت لابسه ميني خاطيها كاع يبانوا ملابس داخليه قريب يبانوا. وش هذه التربيه وش هذا كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وحبيت نقدم اعتذاري لجميع الناس فهمتني غلط واساءت الفهم تاعي على اللفظ هذاك. انا تهموني محسوب انا اني بيدوفيل ولا كما يقولون، والله ما نعرف المعنى تاع الكلمه هذه حتى فهموني الناس. الطفله أنا حبيت نقدم نصيحة باللي كاين ناس مرضى نفسانيين، كاين ناس قلوبهم مريضة، كاين ناس يعتدوا على الأطفال، فما بالك بالبنات. أنا هذا هو النية تاعي. لكن الكلمة اللي قلتها أنا ماش زعما الطفلة أنها فيها تلك الصفة، والله أنا وصفتها يعني من ناحية اللباس، لكن الناس نسات لب الموضوع وراحت اني دات لي تلك الكلمة اللي أنا صح قلتها وكلمة ماشي مليحة وغلط وجل من لا يخطئ. في إطار اليقظة السبيرانية تم رصد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قام صاحبه بالتطرق إلى موضوع اللباس غير المحتشم حسب أقواله لفئة البنات القصر مع وصفهم بعبارات نابية. على إثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية من طرف مصلحة البحث والتحري بالبوليدة. التحريات مكنت من تحديد هوية المعني ومكان إقامته ليتم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. شاكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على إعجاب والاشتراك في القناة.